تفتكروا ايه اللي ممكن يخلي كافيه يقدم الشاي والقهوه ببلاش؟ تعالوا دلوقتي نروح نشوف الكافيه ده ونطب عليه ونستكشف. هوديكوا من اقدم الكافيهات اللي موجوده هنا في السويد. كل حاجه فيه عباره عن انتيكات، بين انتيك وبين فانتاج. الكافيه ده اسمه فيتا كارتن، معناه بالعربي القطه البيضاء. بس الاول انا ما فطرتش اصلا، فهروح اشتري سندوتش برجر وبعدين نروح. هيا بنت. في اماكن للانتظار هنا، ممكن استنى هنا. تمت المهمه بنجاح وجبنا البرجر. هيبنا ناكل في السريع عشان برجر كينج ده بيعمل برجر عالمي، برجر شبه الطعميه بتاعتنا. هيا بينا. الاول عايزه اوريكم شجره الكريسماس دي، خطيره حرفيا خطيره. المفروض اطلع من الناحيه دي، عشان اكون قريبه للمترو. هو بره السنترو، يعني في السنترو في دفايات، بس بره السنترو كل خطوه محسوبه عشان الجو بيكون برد. بص على الباب طالعه لقيت المحل ده المحل بقى بتاع الفالنتين. كله عباره عن ورد وهدايا وزرع. عنده ورد طبيعي، في ورد اللي هو بيكون صناعي ده البلاستيك. الله الشوارع شكلها حلو قوي. الشوارع عامله ازاي؟ مش ظاهره قوي، بس هي على امتداد الشارع كله شجر وانوار كتير. ما تقريبا عاملين البرواز الابيض ده، شكلهم هيعملوا حاجه هنا في الاحتفالات بتاعه راس السنه. اول سنه يعملوا كده، يعني الساحه دي بتكون فاضيه، بس لما هم عاملينها كده، شايفين عمو اللي بينظفها ده، شكلهم هيعملوا فيها حاجه خاصه بالاحتفالات. ودول بيبيعوا حاجات هنا كمان. دي فيكا قهوه وبسكويت بتاع الشتا عنده. والله فكره حلوه. طب انا اجي ابيع الشمع بتاعي هنا. بص الشارع ده كله عرب حرفيا، حتى المحلات دي والمطاعم. المحل اللي حتى منها اصفر دي، المحل ده مصري او اللي اسسه كان مصري. دلوقتي بقى ايه، نطلع الكارت بتاعنا بتاع المواصلات وهيا بنا ناخد اللي رايح روبستن اتفيقا. احنا هنا كده، خلينا نروح قدام لان احنا هننزل وهنغير على قدام غالبا. يعني هننزل المفروض هنطلع المحطه اللي هي المخرج اللي هو الناحيه دي اللي قدام، فخلينا قريبين منه. زحمه بطريقه مش طبيعيه. بعد محطتين بالظبط المترو رجع فاضي تاني. ده الطبيعي يعني في وقت الشغل، ده الطبيعي. هو الصبح كمان عايز اقول لكم انه بيكون فاضي عندنا، ما كنتش حاسه. انا بقالي تلت ساعه في المترو فانا بزهق. انا اساسا عندي ADHD، ففكره ان انا استنى او انتظر في عربيه او مترو او مواصلات دي بالنسبه لي حاجه كارثه. السلم الكهربائي عندهم اطول من حياتي. ليه هو المفروض نخرج من الناحيه دي عشان ايه؟ احنا عايزين نطلع عند اقرب مخرج من كافيه. بيزينوا الشوارع في الشتاء هنا بطريقه رهيبه وبميزانيات كبيره جدا، يعني الدوله هي اللي بتتكفل بيها. زي عندنا في رمضان بنلم من بعض. كل بيت كان بيدفع على ايام ما كنت انا موجوده، كان كل بيت بيدفع له مثلا 10 20، ما اعرفش الكلام ده 2018. دلوقتي اعتقد كل بيت ممكن يكون بيدفع 100 جنيه عشان يعملوا زينه رمضان. انا بقى شايفين ده كمان ده شارع جانبي. انا حاسه بس مش متاكده، حاسه ان الفيديو هيكون طويل، بس عادي يعني نعمله على اجزاء. اخيرا وصلنا. بصوا شكل زينه من بره. مستعدين عشان تشوفوا معايا المكان التحفه قوي ده اللي بتحط في الورق بتاع الارشادات السياحه في السويد. يعني لو في سياح بييجوا فهم بينصحوهم بنسبه كبيره بالمكان ده، ومع ذلك اسعاره حلوه قوي، وفي نفس الوقت بيقدموا شاي وقهوه مجاني. مش فاهمه ازاي. يلا بصوا الديكوريشن، بصوا الحركات. المكان دافي، يعني الاجواء بتاعته دافيه ولذيذه جدا. بص اكتر حاجه مشهورين بيها هنا هو البراونيز كيك، بس هو دايما سولد اوت في الكورنر ده. بص الديكوريشن، هو شكله مش معروض، شكله مش موجود، فخلونا نسال. هو احنا ممكن ندخل مباشره وممكن نشرب حاجه، بس خلونا الاول ناخد كيك وبعد كده نروح المشروبات اللي هي فور فري. بص البسكوت
بصوا اللبس بتاعهم اصلا شكله انتيك زي لبس الكاميريرات بتاعت ايام زمان اللي كنا بنشوفها في الافلام الابيض والاسود. اللي هي حسن الحظ انها قالت لي ان في براون كيك. هم هنا بيعملوه مختلف عن اي مكان تاني، ولما بيكون فريش بجد بيكون خطير. ده من اكتر ودي من اكتر الحاجات اللي بتميزهم هنا. بصوا عامل ازاي معمول بقى بالزبده الصافيه هنا. هو المكان كبير جدا يعني مش على قد الصاله اللي هي في الاول دي، فاحنا هناخد البراونز كيك بتاعنا براون كيك وندخل نستكشف التحفه قوي ده. على فكره هو مش واضح في الكاميرا، هي الكاميرا ظلمه، هو في الحقيقه احلى بكتير. خلينا نختار مكان الاول نقعد فيه. بصوا دي الحاجات اللي هي الفيكا الشاي والقهوه ده كله فري، تقدر تاخد اللي انت عايزه حتى لو من غير كيك او كده. فانت تقدر انك تدخل وتطلب اللي انت عايزه. بصوا الروحه دي، واو. هو في اكتر من مكان. خلينا نكمل ندخل نكتشف المكان. بصوا التفاصيل عامله ازاي، تحفه تحفه. حتى الاباليك اللي هم حاطينها شكلها مش باينه قوي كده. بصوا ده البسكوت اللي احنا لسه شايفينه بره، هم عاملين منه مجسم. بصوا المرايه دي، من هذا القمر؟ انه انا سوسي. بصوا ده بيطلع لفوق كمين، بس انا حبيت المكان الهادي ده جدا. ممكن نقعد هنا. خلاص انا اخترت المكان ده، اهتميت ان انا هقعد فيه لان ده اهدى مكان تقريبا دلوقتي. تعالوا نجيب قهوه وشاي، بس مش هنطلع للصاله الثانيه اللي بره ناخد مكان. هم هنا برضه عاملين زي مطبخ صغير كده، فاحنا نقدر ناخد منه اللي احنا عايزينه. بصوا بصوا التفاصيل. المكان ده برضه حلو لو انت قاعد فيه. الكورنر ده اللوحه شكلها حلو قوي، والترابيزه ده الركن الواحد. هو ده الركن البعيد الهادي. ده الركن اللي انغام كانت قاعده فيه لما غنيت له في الركن البعيد الهادي في نفس المكان في النادي. نجيب طبق نجيب ناخد شاي ولا قهوه. وكمان في لبن وفي اضافات لو احنا عايزين لبن وكريمه. خلينا نجيب قهوه. سكر بني ومعلقه. اخد سكر بني بقى عشان دايت، شيء طبيعي. بصوا مع ان انا رحت اجيب قهوه وسبت على الترابيزه بتاعتي الفيزا، سبت الفيزا وسبت الكارت بتاع المواصلات اللي ما كانش هنا. ممكن متخيلين ان اي اضافات للقهوه زي اللبن الكريمه السكر كل الحاجات دي حتى لو ما ضربتش ودخلت حبيت اشرب حاجه دافيه في البرد او في الشتاء واطلع عادي. هو كده الجو برد هنا طول الوقت، وحبيت ان انا اخرج فعادي يعني. خطير خطير خطير. بصوا يا جماعه، البين هنا على الكيك السنه اللي تاسس فيها المحل. هو تاسس سنه 1928 بتاع واحده ست مطلقه وعندها طفل. خلوني احكي لكم قصه المكان ده. هو كان لواحده ست مطلقه وكان عندها اطفال، كان عندها طفلين، وكانت بتعمل مع مخبوزات بسيطه وكانت بتبيعها في الشارع. شفتوا المكان اللي احنا عدينا عليه اللي هو الفيكا؟ قلت لكم الناس اللي حاطه ترابيزه في المكان اللي عند الشجر ده كنا لسه عنده. هي دي الفيكا. فهم بيبيعوا في الشارع حاجات بسيطه، مخبوزات بسيطه مع شاي وقهوه. فهو الموضوع ابتدى من كده لحد ما بقى من اكبر السلاسل بتاعت الكافيهات اللي موجوده هنا في السويد، وفي منه فروع كتير بس ده اقدمهم. يعني ده اول فرع تم افتتاحه، اول فرع اتعمل. فهم لسه محافظين على شكله على الطريقه الاثريه بتاعته زي ما كان قبل كده. شايفين شكل النجف عامل ازاي؟ الحاجات دي انتيكات فعلا. يعني الحاجات دي على ما هي كده من 100 سنه مثلا. كمان من المعالم السياحيه اللي موجوده في السويد. عايز تروح مكان حلو وهادي وكلاسيك، المكان فعلا مريح. يعني المكان مش بس فكره ديكورات واضاءه وارم او اضاءه هاديه، المكان فيه حاجه غريبه بجد. المكان نفسه مريح. ممكن يكون بسبب الكرم الزياده اللي فيه، ممكن عشان هم بيخلوا فيه حاجات فري فالواحد بيرتاح فيه، او المكان فيه بركه مثلا، ما تفهمش. بس بجد المكان تحفه. سيبوني بقى استمتع بالحاجات دي. على فكره هم عندهم كمان ريستوران، يعني عندهم بعض الوجبات البسيطه. فخلوني بقى استمتع بالوجبه بتاعتي وارجع لكم فيديو تاني.